السلام عليكم. اهلا بيكم في قناه وصفات لولا. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض فطاير زي بتاعه المحلات واحلى باذن الله. انا جايبه هنا كميه، يعني هعجن 2 كيلو من الدقيق، بس انا هقول لكم مقادير الكيلو الواحد. للكيلو الواحد هنستخدم كيلو دقيق، 300 جرام من السمنه او الزبده، معلقه كبيره من البيكنج باودر، كيس خميره، كيس فانيليا، معلقه صغيره من الملح، وهعجن بلبن رايب. لو مش متاح عندك لبن رايب هنستخدم لبن عادي او ميه دافيه، بس اللبن الرايب كان عندي في الفريزر فحبيت استغله. وفي نفس الوقت اللبن الرايب بيخلي العجينه بتاعتي او الفطاير بتاعتي طريه جدا وبيبقى طعمها احلى. زي ما انتم شايفين كده انا جبت الدقيق وبنخله. طبعا انا قلت لكم مقادير الكيلو الواحد، لو عايزه المقادير ال2 كيلو هتزودي نفس المقادير اللي هعملها هتضربها في 2. بنخل الدقيق زي ما انتم شايفين. لازم تنخليه عشان لو في اي حاجه، اي شوائب او اي حاجه في الدقيق تشيليها، وتبقي انت بتعملي الفطاير بتاعتك وانت مطمنه ما يكونش فيها اي حاجه. وهجيب السمنه 300 جرام من السمنه، عايزه سمنه نباتي او عايزه زبده فلاحي او زبده فرن، المتاح عندك هتعجني بيه. وهنقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما يبقى الدقيق والسمنه معايا عامل زي حبات الرمل. هنقلبهم كويس جدا مع بعض زي ما انتم شايفين كده. وبعدين بقى هنضيف ليهم الكيس الخميره، ومعلقه البيكنج باودر، وكيس الفانيليا، و... ونص كوبايه من السكر، وتلت كوبايه من الشمر واليانسون. ولو في سمسم هيبقى حلو جدا، بس انا ما كانش عندي متاح سمسم فحطيت الحاجات اللي عندي دي زي ما انتم شايفين كده. قد ده الفانيليا اللي بقول لكم عليها، وكيس الخميره، ومعلقه ملح صغيره، ونص كوبايه سكر، ومعلقه البيكنج باودر. البيكنج باودر حلو جدا، بيخلي الفطاير هشه وطريه هشه من جوه وحلوه جدا. بعد ما قلبنا ده كله مع بعض هنجيب اللبن الرايب اللي عندي وهشتغل بيه بقى واعجن بيه. عايزه اقول لكم اللبن الرايب ده كان عندي في الفريزر وانا كنت عايزه اشتغل في الفطاير على طول، فدفيته على النار. يعني فتحت الكيس وحطيته في كسرولة ودفيته على النار. عايزه اقول لكم ان اللبن الرايب بقى يعني مجبن اكتر، بقى الشرش فاصل عن، وتحس ان هو عمل جبنه. استخدمته برده ما رميتهوش. وعايزه اقول لكم الفطاير طلعت تحفه وهم بجد. لان اللبن الرايب بيخليها طريه جدا زي ما انتم شايفين كده. هفضل اعجن فيها. انا عندي اللبن الرايب لما خلص كملت بميه، طبعا لان الجو حر فانا جبت ميه من الحنفيه واشتغلت معايا عادي جدا. انما لو انت في الشتاء هتدفي الميه شويه. كيلو الدقيق تقريبا بياخد كوبايه ونص من اللبن الرايب او الميه. لو هتستخدمي لبن رايب او ميه تقريبا كوبايه ونص. ما اقدرش اقول لك المقادير بالظبط لان كل نوعيه دقيق بتختلف عن النوعيه التانيه. زي ما انتم شايفين كده بعد ما عجنتها تقريبا 10 دقايق وتبقى ايدي نظيفه والبوله نظيفه ما فيهاش بواقي عجين، وفي نفس الوقت العجينه ما بتلزقش، طريه بس ما بتلزقش في ايدك. هنسيبها تخمر. جو حر وهتخمر بسرعه، مش هتقعد معاكي حاجه، يعني تقريبا نص ساعه بس تخمر عشان اعرف اشكلها وتديني نتيجه احسن. كل ما بتسيب العجينه ترتاح وتخمر بتديكي نتيجه احسن باذن الله ونتيجه مضمونه باذن الله. هنجيب صينيه فاضيه زي ما انتم شايفين كده. انا جايبه الصينيه الستانلس دي دهنتها مسحه زيت بسيطه خالص، وهنقطعها كرات ونرصها على الصينيه. وتحاولي تكون ايديكي ميزان ان انت تخلي كل الكرات اللي انت هتعمليها تقطعيها قد بعض علشان الفطاير تستوي سوا واحد، وفي نفس الوقت يبقى شكلهم في الاخر شكلهم حلو لانهم قد بعض فيبقى شكلهم احلى. يا ريت لو بتشوفيني ما تنسيليش في لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي زر التنبيهات عشان يوصل لك كل جديد باذن الله. ولو عايزين مني اي حاجه، يعني اي وصفه عايزينها، تكتبي لي في كومنتات وانا ان شاء الله هعملها، هرد عليكم وهعملها باذن الله. عايزه اقول لكم في ملحوظه تانية، انا الفيديوهات دي عاملاها للناس المبتدئين اللي ما بتعرفش تطبخ او ما بتعرفش تعمل الحاجات دي. انا عارفه طبعا ان كل ستات البيوت بيعرفوا يعملوا كل حاجه، بس انا ده في بنات لسه متجوزين جديد وفي حاجات مش بتعرف تعملها، فانا بعمل الحاجات دي للناس اللي لسه مبتدئه وما بتعرفش تعمل الحاجات دي. زي ما انتم شايفين كده انا بس سرعت الفيديو، ما رضيتش يعني اطلع من الفيديو وارجع له، لا انا سرعته بس ما وقفتش الفيديو عشان تشوفوا انا بشكل الكرات ازاي وهي قد ايه. تقريبا قد بعض من غير ما احط على ميزان، تقريبا يعني
بالشكل كده، تحس ان كل الكرات قد بعض. حاولت على قد ما اقدر اخلي ايدي ميزان. وبعد ما بقطعهم كرات كده بسيبهم يخمروا تاني، هغطيهم واسيبهم يخمروا تاني ربع ساعة بس في الحر ده، ربع ساعة بسيبهم يخمروا وارجع علشان اشكلهم. هجيب الصاج بتاعي، هندهنه بزيت او احط فيه ورق زبده زي ما انا حطيت. انا حاطه في الصاج ورقه زبده لان الصاجات دي مش الومنيوم، فالالومنيوم بتبقى مريحه في الغسيل، انما الصاجات دي بتتعبني في الغسيل، فبضطر احط ورقه زبده عشان كده. الحاجات اللي بيبقى يعني بتبقى فيه ماده دهنيه في القاع بتاع الصاج بتتعبني في الغسيل، فعشان كده بحط ورقه زبده. الحشو هنا جبت هنا نص كوبايه من السكر ومعلقه كبيره من القرفه. لو عايزه تحشيها جبن بتبقى حلوه جدا، لو عايزه تحشيها عجوه هتبقى حلوه جدا. بتجيبي العجوه وبتحطي عليها معلقتين سمنه او زبده وتسيحيهم على النار، وبعدين تقطعيهم كور صغيره وتشتغلي فيها. انما انا دلوقتي اللي كان متاح عندي قرفه وسكر، وانا عندي ولادي بيحب القرفه والسكر. بجيب قطعه الفطير كده، العجينه بتاعتي، وافردها شويه بيبقى فيها سمك تقريبا نص سنتي، وبعدين احط فيها معلقه القرفه والسكر والمها على بعض، وبعدين برجع ابططها تاني. وبعدين بعد ما بحطها في الصاج بجيب الشوكه واعمل فيها فتحات صغيره. اولا بيبقى شكلها حلو بعد التسويه، ثانيا لما الفطاير بتختمر وبترتفع، ما بترتفعش زياده عن اللزوم، بيبقى ارتفاعها معقول، بيبقى شكلها احلى زي ما انتم شايفين كده. اتمنى ان وصفه الفطار تعجبكم. حلو قوي برضو الفطار دي لو انت رايحه مصيف وعايزه بقى يعني تبدلي في الحشوات، تحطي فيها جبنه موتزاريلا، ميكس جبن، مثلا اي نوعيه جبنه فيتا ومعاها لانشون. حلو قوي يعني الفطار دي تنفع تحشيها اي حاجه. لو عملتيها مثلا لو انت رايحه المصيف وعملتها قبلها بيوم واخدتيها معاكي حلوه جدا. انت عارفه الاولاد الميه المالحه بتجوعهم، فدي حلوه قوي ان هم يعني لو كل واحد مسك قطعه من الفطير وكلها هتسد جوعه لحد ما ميعاد الغدا او حاجه. فبرضه هتنفعك حلوه جدا. وبعد ما خلصت كل الكميه زي ما انت شايفه كده، عملنا جزء ساده وجزء بالسكر والقرفه. هنسيبهم يختمروا قبل ما اشغل، وبعدين في الوقت ده على ما هم يختمروا انا بشغل الفرن على درجه حراره 200 واسيبه يسخن. لازم الفطاير تدخل على فرن ساخن. وبحطها ما بتاخدش 10 دقايق تقريبا، 10 دقايق. اول ما بتاخد لون بسيط من تحت بقوم مشغله الشوايه تاخد لون من فوق، وبسم الله ما شاء الله طالعه طريه جدا وطعمها حلو جدا وخدت لون حلو جدا من غير ما ادهنها لبن او بيض او اي حاجه. يا ريت بقى تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.